اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. يوم جديد وفيديو جديد من بيت أوسة ومامة أوسة. بحو خالتته. بحو قول لهم يلا بحو. أهم حاجة يا جماعة ما ننساش ندعي لأهل فلسطين وأهل غزة، اللهم برضا وسلاما على أهل فلسطين ويرحم أخويا، اللهم آمين، ويرحم أموات المسلمين أجمعين. النهارده بقى يوم جديد وفيديو جديد، فيديو كله أمل كله تفاؤل كله حب، بصوا كل حاجة حلوة. لو انت جديدة الكل تشرفيني وتنوريني بالقناة، فعلي زر الجرس عشان يوصلك زغروطة من قناتي، شعار بكل لايف أو بوست أو فيديو جديد بمشيئة الله تعالى أقدمه معاكي الفترة الجاية. النهارده بقى يا جماعه جبت زبده فرن، زي ما انتوا كده شفتوني انا وأوسة كنا نازلين نجيب البامبوز بتاعه. فالبامبوز بتاعه يا جماعه لقيته غالي قوي في فتح الله، فطبعا لازم ما اطلعش بايدي فاضيه، غرمت زوجي وخليته يجيب لي زبده فرن عشان خاطر على طول بعمل لأوسة البيت بسمنه، فبيقولوا يعني الزبده صحيه شويه. بس بعد كده اختي برضو عقدتني، قالت لي لا برضو دي زبده ايه مش فلاحي يعني، بس طلعت حلوه يعني نوعا ما احلى من السمنه. لو حد جربها يقول لي ايه حلوه ولا لا. هنا بصوا بقى هفطر بيت، هتفطري بيت انت كل شويه كل ما تفطري معانا يا هتفطري بيت. يا جماعه والله العظيم انا بجد انا تعبت من اللي بيت فعلا. طبعا الواحد الاول كان الفطار المصري فول فلافل، طبعا دلوقتي لو ما فيش ماما بتنزل، يعني لو كانت ماما اللي تنزل تجيب لنا الفطار، دلوقتي انا اللي بقيت ماما بقى، انا اللي بقيت ماما فناكل ايه، ناكل بيت بقى، مش هنزل واطلع انا الخامس بقى يا جماعه، انتوا عارفين طبعا احنا امهات كسولات. فهنفطر كده مع بعض. جيت اقطع الزبده يا جماعه عشان انا كنت حاطاها في التلاجة لقيتها جامده قوي، فرحت طلعتها من التلاجة وقلت بقى اعمل الفطار لحد ما تطرى شويه. هنا بصوا قوسه، اللي يشوف قوسه يقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله، وربنا يا رب يبارك لي فيه ويبارك لكم في عيالكم ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه ان شاء الله باذن الله. بصي هنا بقول له تعالي يا قوسه، تعالي يا قوسه، تعالي يا قوسه افطري. انتوا دلوقتي هتشوفوا الادب، انا سايبه لكم الصوت طبعا عشان تشوفوا ايه، عشان تسمعوا قوسه وهو بيقعد. طبعا انا جريت بقى وطفيت الكاميرا عشان خاطر هو راح جنب الطاسه وهي سخنه. هنا بقى انا بوريكم بقى المواعين بقى اللي عندي. طبعا هنا قطعت الزبده دلوقتي هوريها لكم. بصوا بجد المطبخ يضرب يقلب. الميه قطع عندي بقى لها فتره يا جماعه، مش عارفه ليه يعني، مش فاهمه ليه قطعه. بص هي مش قطعه، هي ضعيفه قوي، بتروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي، فحتى كمان بالموتور كمان ضعيف. هنا بصوا قطعتها بس ما اتقطعتش معايا احسن حاجه عشان هي كانت جامده قوي. فحلو يعني مظبوطه. طبعا العلبه دي انا كنت بوريها لكم، العلب دي انا اول مره استخدمها من يوم ما اتجوزت. كنت جايباها من رنين ب 171 جنيه. انت حافظه لسه سعرها؟ لا والله يا جماعه انا لقيت سعرها موجود على العلبه عشان انا طبعا لسه مطلعاها دلوقتي، كنت حطاها ايه في الدولاب. هنا بصوا طبعا ما فيش ميه، بس انا قلت ايه ما دام الميه بتروح وتيجي، الجيش قال لك اتصرف، فانا قلت يا دودو لازم تتصرفي. هتعملي ايه يا دودو؟ تغسلي المواعين واول ما تيجي تجري تروحي تشطفي. عايزه اقول لكم انا هنا اطفي الفيديو واشغله، اطفي الفيديو واشغله، والله العظيم انتوا لو كنتوا معايا كنتوا هتضحكوا عليا ضحك. بص اشطف حبه، اطفي الفيديو، الميه تيجي اجري اشغل الفيديو اروح اغسل المواعين فربنا يا رب يعيننا يا رب جميعا يا رب ويعينكم. يا ترى انتوا كمان الميه ضعيفه قوي كده عندكم؟ لو انت جديده يا ست الكل مش تشرفينا في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زغروطه من قناتي، شعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئه الله تعالى اقدمه معاكي الفتره الجايه. ولو انت جديده ما تنسيش تشتركي معايا عشان تكبر عيلتي بيكي ويزيدني شرف كده بيكي، واللي معايا قديم في القناه واللي دخلوا معايا جداد في القناه بجد شرفوني ونوروني. وان شاء الله كده بقى نكمل 1000 بقى يا جماعه بقى خلاص، نفسي اكمل 1000، نفسي. فلو وصلتي لحد هنا خليكي فاكره انا نفسي اكمل 1000 لو انت مش مشتركه عشان تشتركي معايا في القناه. وامانه عليكم ما تنسيش تدعي اهل فلسطين واهل غزه، اللهم برضه وسلاما على اهل فلسطين ويرحم ابني واموات المسلمين اجمعين وعيلتنا جميعا. بصوا يعني يرحم الناس اجمعين. هنا بقى بصوا يا جماعه انا والله العظيم بجد انا تعبت بجد، انا اصلا صوتي رايح وبسجل معاكم الفيديو. وانا بصوا يعني النهارده كنت ناويه اقوم اسجل لكم فيديو تاني، اسجله لان انتوا عارفين انا بسجل الفيديو ساعات قبلها بيوم وساعات في نفس اليوم. النهارده كان نفسي بقى اسجل معاكم بقى فيديو بقى وروتين بقى عشان احضره لكم بقى لبكره وايه، صوتي راح. وبصوا مش قادره اوصف لكم دلوقتي على منظر البيت. انا الصاله عندي هي مش نضيفه يعني مش نضيفه، مطلعه هنا انا هغسل معاكم، مطلعه الغسيل اهو لسه ما نشرتوش والله. لما غسيل برضو مع اني كنت ناويه الم الغسيل ده معاكم ونطبقه مع بعض عشان نشجع بعض. لو انت بقى ايه شفتيني لحد هنا قومي كده اغسلي المواعين اللي وراكي واعملي شبهي. بصي انا الميه قطعه، اجي اهي الميه جت، وبصي برضو بغسل المواعين. فحطي كده الفيديو بتاعي قدامك واتفرجي عليا عشان نعمل حاجه مفيده مع بعض وتقولي البت دودو دي شطوره وايه وشجعتني. شفتوا السفنجه الجديده؟ مش تقولي لي مبروك؟ تقولي مبروك ان انا جبت سفنجه جديده وجبت زبده يا عيال، باركوا لي يعلوا لي زغرطوا لي والنبي زغرطوا لي، انا ما بعرفش ازغرط، انا جبت زبده يا عيال
الزبدة دي يا جماعة أنا جايباها ب117، بس طبعًا هتقعد معايا فترة كبيرة أوي. أنا الأول كنت هاجيب النُص، فجوزي قال لي: "لأ جيبي الكيلو." فما دام زوجِك قال لِك جيبي الكيلو ما تردديش لحظة، هاتي الكيلو على طول. ربنا يا رب يخلّيهم لنا يا رب ويرزقهم يا رب، يرزقهم برزق عيالنا. وبُصّوا يعني إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله نبقى كُلّنا بيوتنا مستورة وفي أحسن حال وفي أحسن صحة عيالنا. وجماعة بجد إحنا تعبنا من الكركبة، بس والله العظيم ربنا يديمهم علينا نعمة ويزيدوا ما يقلّوا، وربنا يا رب يخلّيهم لنا ويخلّي لكم عيالكم. بيقولوا البيت اللي فيه عيال ما بيخلاش من إيه، من الكركبة، فإحنا ما بنخلاش من الكركبة. والله العظيم يا جماعة أنا أوسة أروّق من هنا يمسك لعبه كلها ينزّلها. أنا عندي يا جماعة دراج المطبخ أنا خلاص بقيت أكسّل أغ أغس أرتّبها، من كتر ما هو كل شوية يبهدلها لي. نِفْسي أعمل لكم روتين للمطبخ، بس بجد يا جماعة أنا لو عملت لكم روتين للمطبخ يعني ترتيب الدراج، ترتيب الرفايع والحاجات ديّة، يونس بيبهدلها في نفس الثانية، يعني أنا هاتعب نفسي عشان يتبهدلوا. فمش عارفة أنتِ كده يا ترى بقى زيي كده أنتم زيي كده في المرمطة اللي إحنا فيها ديّة؟ لو أنتِ جهزتِ الكل ما تنسيش تتفرّجي على الفيديوهات اللي تحت، إحنا بنتكلّم مع بعض على حاجات ياما أوي حلوة كتير، وكمّلي معايا الفيديو للآخر عشان هنتكلّم في مواضيع ياما حلوة، وهنشجّع بعض كده ونقوم نعمل حاجات مفيدة كتير. هنا الصينية دي أنا كنت جايباها قبل ما أتجوّز وكده، بس تحفة أوي يا جماعة، بتدّيكِ طاقة، بتدّيكِ أمل كده بألوانها الجميلة الحلوة ديّة. فبجد يا جماعة جيبوا الحاجات فاتحة. أنا واحدة من الناس أنا من عشاق الأسود في لبسي جدًا، أنا باحب الأسود أوي، وحتى في الأجهزة أنا جايبة أغلبية أجهزتي سودا. بس يا جماعة الفرش لأ، بُصّوا أنا ضد الفرش الأسود عامةً. آآ مش عشان حاجة، أنا باحب الكافيهات أكتر. اللبس طبعًا دي حرية شخصية، فإحنا من عشاق الأسود، لكن طبعًا في حاجات لأ يا جماعة، مش كل حاجة نعملها سودا. يعني يا جماعة بجد اللي بيجدد مطبخه لو أنتِ عروسة، لو بتجددي مطبخِك اوعي تعملي الرخامة سودا. أنا رخامة الحمام عندي سودا يا جماعة صعبة، مع إني أنا كان نفسي لمّا أغيّر المطبخ بتاعي إن شاء الله بإذن الله أعمل الرخامة سودا. بجد يا جماعة من أقل حاجة بتبان فيها. مش عارفة في فرق ما بين المطبخ والحمام والّا لأ، بس لأ أنا شايفة لأ. أنا لو حبيت أعمل إن شاء الله يعني إن شاء الله، إن شاء الله يدينا العمر ويديكِ العمر كده ونغيّر كل حاجة مع بعض وعيلتي تكبر بيكم. نفسي أعملها بيضا، مش عارفة نفسي أعملها بيضا، أعملها جملي، يعني بني بس بني فاتح، أفتح من اللي عندي دوّة. أنا يا جماعة طبعًا الرخامة دي أنا مش حاباها خالص بجد، بس الحمد لله يعني ساترينا، أهم حاجة إن هي ساترينا. هنا بقى يا جماعة نعمل مع بعض نسكافيه. بجد يا جماعة أنا برضه استفدت من فتح الله وجِبت منه النسكافيه دوّة. بُصّوا بقى النسكافيه ده بجد في قنوات كتير أوي أنا كنت باتفرّج عليها، بجد مموّتينه يا جماعة، مموّتينه بيقولوا عليه إن هو مش حلو خالص مصر كافيه، وده يعني حاطينه في آخر الاحتمالات لو أنتم عايزين تشربوا البلاك، فاهمين قصدي؟ والله العظيم يا جماعة والله بجد يعني أنا مش عارفة أقول لكم إيه، طلع طعمه تحفة، أحلى من النسكافيه اللي إحنا مقاطعينه دوّة، والله العظيم أحلى. أنا مش عارفة هي الناس دي بتاخد فلوس عشان تعمل الفيديوهات دي والّا إيه؟ مش عشان بيعقّدوا الناس. أنا صاحبتي هي اللي مجرّباه مَيّي وكده وعندها قناة، ويا ريت تخشوا تشجعوها، وربنا يا رب يكرمها إن شاء الله بإذن الله في حياتها الجديدة. فهنا أنا يا جماعة عملته بُص عمل فوم، والله عمل فوم أحلى من التاني. فمَيّي صاحبتي لمّا جرّبته قالت لي: "والله يا دير حلو، ده أنا جِبته مرتين يا دودو وطلع جميل أوي." فأنا قُلت إيه، خلاص أجرّبه. فهنا جوزي دي المفروض يا جماعة هدية عيد ميلادي، أنا هدية عيد ميلادي كنت طالبة من جوزي قبل طبعًا المقاطعة، وقبل فلسطين اللهم باركِ وسلامًا على أهل فلسطين. كنت قُلت له: "أنا عايزة هدية عيد ميلادي تجيب لي النسكافيه الكبير بالمبيض هدية." كان عامل كام ساعتها؟ 161. فهو قال لي: "عايزة نسكافيه." قُلت له: "آه، أنا عايزة هدية عيد ميلادي كده." ما دام كده يا جماعة الرجالة ما بتجيبش هدايا عيد ميلاد، فأنا أعمل إيه؟ خلاص بقى جيب لي بقى نسكافيه، أنا عايزة نسكافيه. فساعتها حصل بقى المقاطعة، فضل يقول لي: "حرام، حرام." أدينا أهو من شهر 10 لحد دلوقتي. فأنا لمّا رُحت قُلت له: "لأ، أنا عايزة دوّة، جيبه أجرّبه." عشان ده طبعًا ما فيش منّه أكياس. أنا كنت مجرّبة قبل كده معاكم أكياس وقُلت لكم مش حلو المصري بكل صراحة، لإن أنا يا جماعة مدمنة نسكافيه. أنا جوزي خلاص بيقول لي: "أنتِ بقيتِ كيّفة." فبُصّوا أنا هنا هاشربه معاكم والله وهيتلسع على لساني عشان أجرّبه. بُصّوا طلع جميل جمال، وفيه يعني لو أنتِ بتحبي سِنّة المرارة ديّة في النسكافيه، ده فيه مرارة أكتر. لو عايزة طبعًا تخفّفيه خفّفي براحتك. والله العظيم يا جماعة طلع تحفة، أحلى من التاني بكتير. يا جماعة على فكرة مصر لسه بخير والله، مصر لسه بخير والله العظيم. يعني هو جميل جدًا، القنوات دي مش عارفة كانت بتموّته أوي كده ليه؟ والله يا جماعة هو حلو أوي يعني. مش هنطوّل بقى كتير أوي على الموضوع دوّة. بُصّوا هنا يا جماعة عامل فوم تحفة، يامي يامي على الجمال. قُل لهم بحبحوا خالتته، 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 خالتته. كوكو اتنرفز يا جماعة عشان أنا قعدت عايزني أفضل رايحة جاية بيه.
ربنا يا رب يعيننا يا رب جميعًا والله العظيم على عيالنا، بجد صعبة أوي التربية بُصّوا صعبة كل حاجة يعني، بس الحمد لله، الحمد لله. هنا بُصّوا بقى إيه، الزرع يا جماعة بجد باظ جدًا، في واحدة دخلت قالت لي بس هي شكلها مش مصرية عشان مش بتتكلم باللغة بتاعتنا يعني. عشان بتقول لي طبعًا إحنا ما عندناش حد بيتكلم بيقول أختي مش عارفة إيه، فهي بتقول لي أختي الزرع عايز يتشرب مَيّة كل يوم في الشتا، طبعًا الراجل كان قايل لي يوم ويوم، وأهم حاجة التربة ما تكونش ناشفة، أنا فعلًا باعمله يوم ويوم لقيت فعلًا التربة ناشفة، فبجد والله العظيم شكرًا أوي على المعلومة بتاعتِك. هنا بُصّوا بقى يا جماعة كانت الساعة 16:45 طبعًا النور هيقطع، أنتم عارفين طبعًا النور راجع يقطع تاني، بُصّوا أنا هنا باعمل يا جماعة بسرعة الصاروخ، كان عندي ربع لحمة مفرومة، كان عندي كام صُباع صدوق يعني مش ربع، أنا كنت جايبة ربع طبعًا واستخدمنا منه، فقُلت إيه بقى خلاص أنا تعبانة ومكسلة أعمل كل حاجة، فقُلت ألبّس كوكو سريع، سريع والبس أنا سريع، سريع كده وانزل أعمل إيه بقى، حواوشي. قررت بقى إيه إن أنا أعمله كده، بُصّوا أنا على طول إن أنا باعمل العجينة في البيت، عامةً يعني أنا باعمل على طول العجينة في البيت، طبعًا المرة دي النور هيقطع، وكنت الأول باعمل بقى يا جماعة العجينة في البيت وأنا معييش يونس، فدلوقتي لأ الموضوع صعب، مش هاقدر إن أنا أعمله أعمل العجينة في البيت، صعب عليَّ، صعب عليَّ طبعًا وأنتم لو معاكم عيلة هتعرفوا الموضوع دوّة، فربنا يا رب يرزق يا رب كل مشتاق بالذرية الصالحة، ويديكم يا رب ما يحرمكم. يرزقكم في حياتكم لو أنتم متجوزين بقى لكم ياما، لو أنتِ لسه متجوزة ربنا يرزقِك في حياتِك الجديدة، وربنا يا رب يرزقني أنا كمان في حياتي، ويرزق كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة، وبُصّوا يديكم مال لا يتعد إن شاء الله يعني بإذن الله. هنا طبعًا أنا مطلعة اللحمة جامدة، فمش عارفة ليه يا جماعة أنا ما حطيتهاش في الميكروويف تفُك، مش عارفة، يعني أنا جايبة الميكروويف ده ليه؟ كنت جايباه على أساس إن هو فرن، هُم المفروض إن هُم كانوا قايلين لي في بيتِك أنا كنت جايباه فرن وميكروويف، طلع لأ يا جماعة للأسف هو ما طلعش فرن أصلًا، والشواية بتاعته ضعيفة جدًا أصلًا ما بيحمّرش، كانت لسه في واحدة لو أنتم متابعينها اسمها نور جايباه وكده جديد، كنت عايزة أقول لها ليه يا حبيبتي، دي بتقول برضه إن هي جايباه فرن ومش عارفة ليه، يا حبيبتي والله يا حبيبتي هو مش فرن هو ميكروويف بس هتسخّني فيه العيش والأكل بس. هنا بقى يا جماعة بُصّوا حطيت بقى إيه، طبعًا أنا كنت باقول لأي عروسة لو هتجيب كَبّة أو hand blender تجيبي أبو سكينتين، ما تجيبيش أبو سكينة واحدة، لو أنتِ عروسة فيديوهاتي هتفيدِك كتير عشان أنا كمان عروسة وبرضه مجرّبة حاجات كتير، فهاقول لِك عليها إذا كانت حلوة أو وحشة، بس هنا أنا خلّيتها بقى خضرا وشكلها يامي على الجمال، طبعًا هتلاقوا الحتت الحمرا ديّة عشان لسه جامدة وأنا طبعًا مستعجلة جدًا فوق ما تتخيّلوا يعني، قبل ما النور يقطع عليَّ، عشان ما انزلش أنا وقوسة في الضلمة. هنا بقى هاقطّع الصدوق، أنا كنت الأول عايزة أجيب جبنة مثلثات ومش عارفة إيه، فجيت قُلت لأ، هاعمله بالبصلة وأقطّع عليها طماطماية ولمّا أنزل هاجيب فلفل، عشان ما كانش عندي فلفل، فبجد يا جماعة طلع حلو أوي، أوي وطعم جدًا، بالطريقة دي برضه حلو، يعني مش شرط جبنة مثلثات وكده، بس طلع حراق أوي، أوي فوق ما تتخيّلوا. بس أنا عندي مشكلة يا جماعة مع الحواوشي، أعمله مليان يطلع فاضي، أعمله فاضي يطلع مليان، بجد أنا ما بقيتش فاهمة الحواوشي معايا خالص، ما بقيتش فاهماه بجد. بس والله العظيم طلع جميل ومليان جدًا، يعني أنا كنت عاملة رغيفين ليّا ورغيفين لزوجي، فراح جه قال لي إيه، لأ والله كان المفروض تعملي أكتر، طلع مليان أوي، أوي، مع إنه ربع لحمة مفرومة، بس والله العظيم طلع كتير يعني، طلع مليان يعني كان في خير كده وبركة. وحطيت بقى التوابل اللي عندي كلها على الصدوق، وما كترتش طبعًا عشان أنتم عارفين إن الصدوق فيه توابل، بس بجد طلع جميل يا رب بالهنا والشفا على قلبنا، ولو أنتم عملتوا برضه النهارده حواوشي بالهنا والشفا على قلبكم، ولو وصلتِ لحد نسيتِ الكل ما تنسيش تشرفيني وتنوريني في القناة، وفعلي زر الرجاء عشان يوصلك زغروطة من قناتي، إشعار بكل لايف أو بوست أو فيديو جديد بمشيئة الله تعالى أقدمه معاكِ الفترة الجاية، ولو أنتِ جديدة شرفيني كده ونوريني كده وكبري عيلتي بقى وما اوعي تكوني من ضمن ال85% اللي مشتركين معايا برّه القناة، هازعل منِّك. ما تتفرجيش عليَّ من برّه، اتفرجي عليَّ من جوّه، أنتم يا جماعة دلوقتي إحنا دلوقتي بنقعد كده مع بعض ندردش مع بعض شوية، نتكلم مع بعض شوية، وأنتم بتتفرجوا كده عليَّ، ليه بقى ما تشتركوش في القناة ما دام أنتم كده بتشوفوني، ليه؟ فإن شاء الله، إن شاء الله كده تفتكروا وتشتركوا في القناة ما دام أنتم بتستنوا فيديوهاتي، ولو فيديوهاتي عاجباكم قولوا لي في الكومنتات، ما تنسيش تبعتي لي كومنت حلو منِّك. ما تنسيش تكلميني في أي حاجة أنتِ عايزة تستفسري عنها لو أنتِ عروسة، ولو أنتِ جديدة وعندِك بوتاجاز قديم اتفرجي على الفيديوهات اللي تحت هتفيدِك كتير أوي، هارجّع لِك بوتاجازي الجديد وب5 جنيه وبس، يعني ب5 جنيه بس. هنا بُصّوا بقى أنا عملت أهو الحواوشي، طبعًا أنا عملت ده تنصص، ده غلط مني المفروض كنت أعمله على الرغيف، بس أنا قُلت إيه يعني أنا بُصّوا يا جماعة أنا عملته في بحري قبل كده، فحطيت الكمية دي وممكن أنا شايفة إن أنا كنت حاطة الكمية دي بس عملتها على الرغيف. طلع الرغيف يا جماعة نفش كده فاهم أنت، كِبِر الرغيف كِبِر،
فجأة لقيت الحشو في النُص فاضي خالص. هنا كنت فاكرة نفس الكلام، لقيت الرغيف زي ما هو صغير، ما كبرش ولا أي حاجة ولا فرد ولا الكلام دوّة أساسًا، طلع صغير جدًا يعني. فالحمد لله يعني ربنا يا رب يديمها علينا نعمة يا رب ويرزقنا إن شاء الله برزق عيالنا، وبُصّوا يعني الوقت اللي إحنا فيه ده صعب، صعب علينا والله العظيم كلّنا، فربنا يا رب يدّينا يا رب، ربنا يا رب يدّينا ويدّي جوازاتنا عشان نعرف نعيش في الزمن اللي إحنا فيه دوّة. ولو ما جربتيش النسكافيه جربيه وقولي لي في الكومنتات لو جربتيه طعمه عمل معاكِ إيه، ولو أنتِ أصلًا مجرباه قولي لي برضه رأيِك في الكومنتات عشان نفيد ناس كتير لو هي عايزة تجيبه، هو مش غالي هو ب40 جنيه، فإن شاء الله، إن شاء الله نكون سبب إن إحنا ن نفيدكم بحاجة. هنا بُصّوا بقى الصابونة ديّة يا جماعة أنا عندي مشكلة مع الغسيل الأبيض، أنا باحب الغسيل الأبيض بتاع ابني يكون أبيض، فاهمين أنتم؟ مزهزه كده. فكنت باجيب الأول كلور كده كانوا ال4 مع بعض في فتح الله، كانوا ب40 جنيه وكانوا ساعات بينزلوا ب36 جنيه. كان اسمه كرول أو كروليل مش فاكرة والله العظيم اسمه بالضبط، ممكن أنتم تكونوا عارفينه وابقوا قولوا لي اسمه لو أنتم عارفينه عشان أنا نسيت اسمه. كان يا جماعة بجد بيسهّل لي الغسيل الأبيض أوي وكان بيطلع شكله جميل جدًا. رُحت لقيته يا جماعة ب96 جنيه، فبجد طبعًا الموضوع مش مستحمل والدنيا صعبة أوي علينا، فأنا جِبت الطريقة ديّة طبعًا كانت أمي بتعملها زمان الصابونة ديّة، تحطها في الغالية، بس طبعًا أنا طبعًا مش هاغلي، تحطها في الغالية وكان بيخلّي لها الغسيل فُلّة قشطة زهزوها كده، زهزوها. وأنا يا جماعة أمي من الناس اللي هي القديمة ربنا يا رب يديها يا رب الصحة وطولة العمر وراحة البال، اللي هم بيغسلوا الغسيل فمين ولازم الغسيل الغالية والكلام دوّة، فربنا يا رب يديها يا رب الصحة. والله يا جماعة هي لحد دلوقتي مش مقتنعة بموضوع فُم واحد دوّة، إحنا عمّالين نقنعها بس هي مش مقتنعة والله. فأنا قُلت هنا أجرّب وحطيتها في العلبة بتاعة الداوني، باقول لكم فاكرين مش حلو خالص يا جماعة. وبس كده حطينا دوّرة الغسيل، ولو وصلتِ لحد هنا يا ستي الكل ما تنسيش تشتركي في القناة، وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زغروطة من قناتي إشعار بكل لايف أو بوست أو فيديو جديد من مشيئة الله تعالى أقدمه معاكِ الفترة الجاية، واستنونا في فيديو جديد ومع السلامة وشرفتونا ونورتونا، ما تنسيش تحطي اللايك، تحطي لي كومنت حلو من قلبِك ومن قلبِك من قلبِك. وصلنا لحد هنا استنوني بقى في فيديو جديد وباي باي يا أوسة، باي باي قُل لهم